لو خيروك تعيش مع أبوك وأمك ولا تعيش مع راجل غريب أنت متعرفش عنه أي حاجة طوال حياتك، هو المنطقي إنك تختار أبوك وأمك، بس بطلنا النهاردة ما عملش كده خالص. زيد بن حارثة بدأت قصته لما سعدية بن ثعلبة راحت عشان تزور أهلها، ويا ريتها ما راحت، كانت زيارة مهببة. راح قطاع الطرق الجم عليها وسرقوا كل حاجة منها ابنها اللي هو طبعا زيد بن حارثة. باع زيد لواحد بيشتري غلمان كتير قوي، اسم الراجل ده حكيم بن حزام بن خويلد، ولحسن الحظ هو كان قريب خديجة بنت خويلد. وفعلا أخد غلمان كتير قوي، وعرض على خديجة بن خويلد إنها تاخد غلام من الغلمان دي كهدية ليها. فقعدت خديجة تتفحص الغلمان اللي عنده لحد ما حسن الحظ تاني اختارت زيد بن حارثة. ساعتها في الوقت ده كانت هي على وشك انها تتزوج من محمد بن عبد الله، فلما اتجوزت ادت زيد بن حارثة كهدية لمحمد. طبعا يا بخت زيد، كان قاعد مع الرسول وهو ما يعرفش، لان ساعتها كان محمد ما نزلش عليه الوحي لسه، فهو ما كانش لسه رسول، بس كان يعني مستقبله باين. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن غايص. اهو الولد المحظوظ ده بقى عمال بيتبسط بصحبة رسول الله، وامه عمالة تعيط على فراقه، وابوه بيدور عليه في كل حتة لحد ما سمع انه موجود في مكة. فراح الاب واخوه كعب عند محمد بن عبد الله وقالوا: يا ابن عبد المطلب، انتم ناس طيبين وبتقف جنب المحتاجين، واحنا بصراحة جايين عشان ابننا. فراح محمد قال له: مين ابنكم اللي عندي ده؟ فقال له: غلامك زيد بن حارثة. فراح محمد قال لهم: اقول لكم على حاجه احسن من اللي انتوا عايزينه؟ فقالوا له: طبعا. فقال لهم: احنا نجيبه ونخليه يختار بين ان هو يجي معاكم، ان انت ابوه واخو ابوه، او ان هو يفضل معايا، ونخلي القرار ليه. يعني هو لو اختارنا انا هيقعد معايا انا، ولو اختاركوا هو خلاص خدوه وانا مش عايز منكم اي حاجه. قالوا: والله انت انصفت وبالغت في الانصاف كمان. فعلا جابوا زيد وخيروه: يا تروح مع امك وابوك او تقعد معايا لو تقعد مع محمد، اللي هو يحسب بالنسبه له راجل غريب ما عادش معاه غير فتره صغيره قوي. يعني هم حرفيا بيخيروا ما بين ابوه وامه وراجل غريب ما يعرفش عنه اي حاجه. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. فقال له محمد: مين دول يا زيد؟ فقال له: ده ابويا وده عمي، انا اخيرك انك يا تقعد معايا يا تروح معاهم. وعلى طول زيد راح قال: اقعد مع محمد. ابوه: انت بتفضل العبودية على ابوك وامك؟ يعني بتفضل ان انت تفضل خادم للراجل ده على ان انت تيجي مع ابوك وامك؟ عايزه اقول له: هي دي عبودية؟ يا ريت انا ابقى مكانه، انا نفسي ابقى مكانه يا ريت. فراح رد زيد على ابوه قال له: انا شفت في الراجل ده حاجة وعمري ابدا ما هفرقه. الولد ده كان عنده احساس ان الراجل ده هيكون اعظم الناس، بني دولة هتكون من اعظم الدول، وزيد بن حارثة هيكون سبب في عظمتها. وسبحان الله ده كان فضل ربنا علشان زيد يفضل مع الرسول. محمد على قريش وقال لهم: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. بعد كام سنة بعث محمد بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم ساعتها التبني، ما بقاش فيه تمني، فبقى زيد بن حارثة هو زيد بن حارثة مش زيد بن محمد زي ما قريش كانت بتقوله. وزي ما زيد حب الرسول حب زيد لدرجة إن عائشة قالت مشهد من مشاهد فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى زيد أو لما التقى بزيد، وانا الصراحة هقولك زي ما الكتاب قال. قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقرع الباب فقام إليه الرسول عريانا ليس عليه إلا ما يستر بين سرته وركبته، ومضى إلى الباب يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. ووصل كمان إن قريش بقت تقول على زيد الحب من شدة حب الرسول فيه، ولكن يشاء الله أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه. وده حصل لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالة مع عمير الأزهري برسالة لملك بصرة، يعني المفروض ان هو يرسل رسالة لملك بصرة ده يدعو فيه الدين الإسلامي، ولكن للأسف ملك بصرة ده قتل الرسول اللي الرسول أصلا كان بعته، وده كان أول رسول يعني بيبعت رسالة يتقتل. وطبعا حاجة زي كده ده معناه علامة على الحرب، يعني ملك بصرة ده بيقول تعالى حاربني. وفعلا جهز الرسول جيش عشان يغزو مؤتة، وبلع الجيش ده حبيبه زيد بن حارثة، وقال لو أصيب زيد ياخد القيادة جعفر بن أبي طالب، ولو أصيب ياخد القيادة عبد الله بن رواحة، ولو أصيب يختار المسلمين واحد منهم هو اللي ياخد القيادة. وتخيل إن كلهم ماتوا واستشهدوا، كل القادة ماتوا واستشهدوا ورا بعض. يعني زيد مسك الراية لحد ما استشهد، وبعدها جعفر مسك وراح مات، وبعدها عبد الله وإلخ لحد ما جه خالد بن الوليد أنقذ الجيش كله من اللي كان هيحصل له.
ساعتها الرسول زعل قوي لما سمع بوفاة زيد بن حارثة، لدرجة ان في واحد راح قال له ما هذا يا رسول الله، اللي هو يعني بيقول له انت بتعيط عياط شديد، فراح قال له هذا بكاء الحبيب على حبيبه. وبس كده خلصت الحدوتة. وما تنساش تشارك الفيديو ده مع حد بتحبه، بيتشرفني اوي اشتراكك، وشكرا.